السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله النهاردة هنشرح حل على الدرس الأول أسئلة كتاب المدرسة. السؤال الأول بيقول إيه؟ أي من الأعداد التالية عدد غير نسبي؟ إحنا اتفقنا طبعا في الحصة اللي فاتت إن الأعداد الغير نسبية هي أعداد في صورة جذر، والرقم اللي تحت الجذر حاجة ملهاش جذر. طيب لو جينا نبص للعدد الأول ده اللي هو 3 من 10 دائر، والله 3 من 10 دائر ده هيتكتب في صورة بسط على مقام، هيبقى 3 على 9. خلاص طالما اتكتب في صورة بسط على مقام يبقى العدد ده عدد نسبي، يبقى مش هينفع. طيب جذر 9 على 25، طبعا التسعة جذرها كام؟ 3، وال25 جذرها 5. قدرنا نكتبه في صورة بسط على مقام، يبقى برضو الإجابة دي غلط. طيب هل الخمسة ليها جذر؟ طبعا الخمسة ملهاش جذر، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة، يبقى الجذر 5 عدد غير نسبي. الأخيرة طبعا مش هتنفع لأن الجذر التكعيبي لسالب 125 هو سالب 5، فبرضو ده نسبي، يبقى الإجابة دي مش هتنفع. طيب السؤال التاني بيقول لك ايه؟ اذا كان اكس بينتمي لزد، يعني اكس ده عدد صحيح، وكان جذر 29 اكبر من اكس واصغر من اكس زائد 1، فان قيمه اكس تساوي نقط. احنا نحل السؤال ده ازاي؟ اول حاجه احنا عايزين العدد اللي قبل ال 29 وله جذر. طب مين اللي قبل ال 29 وله جذر؟ طبعا ال 25. طيب ومين اللي بعد ال 25 وله جذر؟ هيبقى جذر 36. طيب ال 25 دي جذرها كام؟ ال 25 جذرها 5، يبقى الجذر 29 اكبر من الخمس واصغر من الست، يبقى في الحاله دي احنا عايزين اللي قبله، يبقى في الحاله دي اختار كام؟ هختار الخمس. السؤال رقم 3 بيقول ايه؟ ما تقدير العدد جذر 41 لاقرب عدد صحيح. طبعا عشان نقدر نجيب اقرب عدد صحيح للجذر 41 هنجيب اللي قبله واللي بعده. طب ايه اللي قبل الجذر 41؟ طبعا اللي قبل ال 41 هو جذر 36. طب واللي بعده جذر 49. طيب لو جينا نبص، هي ال 41 قريبه لل 36 ولا قريبه لل 49؟ طب هنعرف ازاي؟ هنطرح العددين نجيب الفرق بينهم. 41 ناقص 36 كام؟ 41 ناقص 36 5، يبقى الفرق هنا 5. طيب 49 ناقص 41 كام؟ هنا يبقى 8، يبقى الجذر 41 اقرب الى جذر 36. طب وال 36 دي جذرها كام؟ ال 36 جذرها 6، يبقى اذا الجذر 41 اقرب الى العدد 6، اختار 6. طيب السؤال رقم 4 بيقول ايه؟ ما تقدير العدد الجذر التكعيبي ل 25 لاقرب عدد صحيح. طيب احنا عايزين نعرف ايه اللي قبل ال 25 وايه اللي بعده، طبعا وله جذر تكعيبي. طب ايه اللي بعده؟ اللي بعد ال 25 وله جذر تكعيبي هو الجذر التكعيبي لل 27. طب اللي قبله هو الجذر التكعيبي لل 8. طيب ال 25 قريبه لل 8 ولا قريبه لل 27؟ لا طبعا قريبه لل 27. خلاص طب هو الجذر التكعيبي لل 27 كام؟ هو التلاتة، يبقى الجذر التكعيبي لل 25 اقرب الى التلاتة. طيب السؤال الخامس بيقول ايه؟ اي من الاعداد التاليه عدد غير نسبي يقع بين 2 و3. طيب احنا عايزين نعرف اللي ما بين ال2 وال3. طيب لو جيت تبص العدد ده 2 و5 من 10 دائر ده عدد نسبي، يبقى مش هختاره. 2 و1 على 3 برضه ده عدد نسبي، مش هختاره. انا شاكك يا اما في دي يا اما في دي. طيب لو جينا نبص تعال نشوف مثلا الجذر التكعيبي لتسعة. عشان نقدر نقارن لازم نخلي الاعداد دي اللي هي 2 و3 نخليهم برضو تحت جذور تكعيبيه. طيب فانا هحتاج اخلي الاثنين دي جوه الجذر التكعيبي، وهحتاج الثلاثه دي جوه الجذر التكعيبي برضو. الاثنين اما ادخلها جوه الجذر التكعيبي فهكعبها، يعني اخليها 2 اس 3. طب و2 اس 3 بكام؟ ب 8. طيب الثلاثه اما تيجي كعبها، الثلاثه اما اجي اكعبها تبقى 3 اس 3 اللي هي 7 وايه؟ 27. يبقى اذا الاثنين هي الجذر التكعيبي ل8، والثلاثه هي الجذر التكعيبي ل27. تعال نشوف بقى، هي مش الجذر التكعيبي لل9 محصوره ما بين 8 و27؟ يبقى نختار الجذر التكعيبي ل9. طيب الاخيره دي غلط ليه؟ لو جينا نبص في تحت الجذر هنا عدد عشري زي 6 و25%، ده كده عدد عشري مش هينفع اختاره، يبقى الاجابه بتاعتي الجذر التكعيبي ل9. طيب السؤال السادس بيقول ايه؟ الجذر ان اكبر من الواحد واصغر من الاثنين، فاي مما يلي قيمه محتمله لان. طيب جذر ان اكبر من الواحد واصغر من الاثنين، هو انا عشان اخلص من الجذر ده بعمل ايه؟ بربع الاطراف كلها.
فاما اجي اربع الجذر ان يبقى هنا ان، لما اربع الواحد يبقى واحد، لما اربع الاثنين تبقى 4. يبقى قيمة ان محصورة بين واحد واربعة. طب ايه العدد اللي ما بين الواحد والاربعة؟ العدد اللي بين واحد والاربعة في الاختيارات هنا هو كام؟ هو الاثنين. طيب السؤال رقم 7 بيقول ايه؟ أي من الأعداد التالية تمثلها النقطة K على خط الأعداد التالي؟ لو جينا نبص الكي محصورة بين كام وكام؟ الكي محصورة بين التسعة والعشرة. فإذا لازم أحول التسعة ده إلى جذر، وأحول برضو العشرة إلى جذر. عشان أحول التسعة لجذر هتبقى 9 أس 2 اللي هي 81، والعشرة عشان أحولها لجذر هتبقى جذر 100. طيب لو جينا نبص الكي محصورة ما بين التسعة والعشرة اللي هي محصورة بين جذر 81 وجذر 100. مين في الاختيارات ينفع؟ طبعا جذر 81 مش هينفع، وده برضو مش هينفع. طيب لو جينا نبص في عندك كام احتمال؟ احتمالين، جذر 86 وجذر 96. لو جيت تبص الكي هتلاقيها قريبه لل 100. طب مين اقرب الى ال 100؟ جذر 86 ولا جذر 96؟ لا جذر 96، يبقى اختار الاجابه ب. السؤال الثامن بيقول لي اذا كان ايه؟ اذا كان اكس وواي عددان صحيحان متتاليان، بيقول لي فما قيمه اكس زائد واي. لو جينا نبص العدد اللي في النص هنا اللي هو الجذر 57 ده، ايه العدد اللي قبله وايه العدد اللي بعده؟ اللي قبل 57 وله جذر تربيعي هو كام؟ هو جذر 49. طيب وال 49 دي جذرها كام؟ ال 49 دي جذرها 7. على طول عشان تجيب الواي اللي هو العدد اللي بعده هات اللي بعد السبعة على طول. طب ايه اللي بعد السبعة؟ الثمانية. يبقى اذا قيمة اكس بتساوي 7 والواي بتساوي كام؟ بتساوي 8. عشان نجيب اكس زائد واي هتساوي كام؟ يبقى 7 زائد 8 15. تمام؟ السؤال اللي بعد كده بيقول ضع في كل مربع أحد الرموز أكبر من أو أصغر من أو يساوي لتكون العبارة صحيحة. السؤال رقم 9 بيقول إيه؟ عايز يقارن ما بين ال 14 وجذر 96. عشان نقدر نقارن ما بينهم هنربع الأطراف. لما أربع الطرف ده يعني هرفعه لأس 2. 14 أس 2 يطلع معايا 196. طيب لما أجي أربع الطرف ده، التربيع هيطير مع الجذر فيتبقى هنا 96. طب مين الأكبر؟ 96 ولا 196؟ لا أكيد 196. السؤال رقم 10 برضه عايز يقارن بين العددين دول، السالب هينزل زي ما هو وهنربع الطرفين. جذر 7 اما يتربع هيبقى 7. 2.6 تربيع هيبقى 6 و76 من 100. مين في دول العدد الأكبر؟ طبعا احنا عارفين في العدد السالب كل ما العدد يكون كرقم أصغر كل ما قيمته تكون كبيرة. فسالب 6 و76 من 100 أكبر من سالب 7، يبقى أنا هختار الاختيار إن أنا هشوف يبقى سالب 2.6 هي الأكبر. طيب السؤال 11 بيقول لي جذر 9 أكبر ولا الجذر التكعيبي ل 25؟ مبدئيا كده هنحول جذر 9 هتبقى كام؟ الجذر 9 دي اللي هي 3. عشان أقدر أقارنها هكعب الأطراف. هكعب يعني إيه؟ هرفع دي أس 3 وارفع دي أس 3. 3 أس 3 ب 27. طيب هنا التكعيب هيطير مع الجذر التكعيبي يتبقى 25. يا ترى مين الأكبر؟ ال 25 ولا ال 27؟ لا طبعا ال 27. يبقى في السؤال رقم 11 هختار جذر 9 هي الإيه؟ هي الأكبر. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك إيه؟ بيقول لك رتب الأعداد الآتية. السؤال رقم 12 بيقول إيه؟ رتب الأعداد 6 و3 و6 دائر، 6 و4 ل5 و7، وعايزين نرتب جذر 40. الراجل بيقول لك هنا من الأصغر إلى الأكبر. طب طريقة الترتيب هتتم إزاي؟ إحنا أول حاجة لازم نخلي الأعداد دي كلها زي بعض. فأول حاجة هنعملها هنروح نحسب العدد الدائر ده بالآلة الحاسبة. طب بيتكتب إزاي العدد الدائر؟ بكتب كده على الآلة 6 علامة 3، وطالما الستة دي فوقها شرطة يبقى ده اسمه عدد دائر. هنفضل نكتب 6 6 6 لغاية آخر الشاشة. بعد كده نكتب يساوي، هيطلع معانا العدد نتك اس دي يطلع معانا كام بقى؟ ده يطلع معانا 6 و3 و6. طيب العدد اللي بعد كده اللي هو 6 و4 على 5 هنرفع الكسر، هنضرب الستة في 5 وهجمع عليها الأربعة. الخمسة في 6 ب30، 30 زائد 4 يبقى 34 على الخمسة، يبقى 34 على الخمسة. طب لو أنا جيت حسبت 34 على الخمسة دي على الآلة هتطلع كام؟ لو حسبت 34 على 5 هيطلع معانا 6.8.
يبقى همسح ده كده واكتب 6.8. بعد كده السبعة دي هينزل زي ما هو، وجذر 40 دي اما اروح احسبها بالآلة الحاسبة هتطلع معايا كام؟ هتطلع معايا 6.32%. طب يا مستر احنا دلوقتي عايزين نبدأ نرتب، احنا كتبنا الأعداد زي ما هي. الترتيب هيتم ازاي؟ واحدة واحدة. أول عدد هنا الراجل قال لي من الأصغر إلى الأكبر، أصغر عدد هنا هيبقى 6، هيبقى 6.32%. يبقى أكتب العدد ده 6.32%. طيب بعد كده مين العدد الأكبر اللي بعده؟ اللي هي 6.36%. طب العدد ده كان مكتوب ازاي؟ كان مكتوب في الصورة دي. فركز ان احنا لازم نكتب العدد، لازم نكتبه في الصورة اللي كان جاي عليها. يبقى 6 و3 و6 من 10 دائر. طيب بعد كده مين الأكبر؟ مين الأصغر؟ 6.8 ولا السبعة؟ لا، ال6.8 أصغر. طب دي اللي هي كانت إيه؟ كانت العبارة عن العدد ده اللي هي 6 و4/5. يبقى 6 و4/5. طب وبعد كده السبعة. يبقى الترتيب بتاعي بشكل عام هعمل مستطيل كده ونكتب جواه الترتيب بشكل منظم. اهو اول عدد هيبقى كام؟ هيبقى 6. اول عدد عندي هيبقى 6.32%. بعد كده 6.36% دائر. والعدد اللي بعده هيبقى 6 و4/5. واخر عدد هو ايه؟ هو السبعة. ده بالنسبة للترتيب. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ بيقول لك اوجد في ار مجموعة حل المعادلات الآتية. طيب مبدئيا كده احنا نقسم الصفحة نصين ونبدأ نحل. طب هنحل ايه؟ الراجل بيقول لك المعادلة اهي اكس أس 3 ناقص 11 بتساوي 5. احنا عايزين نحل المعادلة دي. أول حاجة هنعملها هنودي السالب 11 بعكس الإشارة. يبقى اكس أس 3 هتساوي 5 زائد 11. يبقى اكس أس 3 هتساوي 5 زائد 11 كام؟ هيبقى 16. عشان أخلص من الأس 3 ده هعمل ايه؟ هاخد الجذر التكعيبي للطرفين. لما اخد الجذر التكعيبي يبقى الاكس أس 3 هتساوي لما اخد الجذر التكعيبي يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا اكس هتساوي، هل ال 16 لها جذر تكعيبي؟ لا طبعا، فتنزل زي ما هي. يبقى الاكس هتساوي الجذر التكعيبي للثلاثة، الجذر التكعيبي لل 16. طب عايز اسالك سؤال، هو الجذر التكعيبي لل 16 ده مش يعتبر عدد حقيقي؟ اه طبعا، يعني بينتمي لار، وطالما بينتمي لار يبقى هكتب مجموعة الحل وهفتح قوس مجموعة واكتب جواه الجذر التكعيبي لل 16. السؤال رقم 14 بيقول ايه؟ بيقول لك 2 اكس اس 3 زائد 13 بيساوي 67. هنحل المعادله دي ازاي؟ تعال بس نكتب دي الاول، او قبل ما نكتب هنودي دي بعكس الاشاره. يبقى 2 اكس اس 3 بتساوي 67 ناقص 13. يبقى 2 اكس اس 3 هتساوي 67 ناقص 13 يبقى 54. هقسم على الاثنين واقسم على الاثنين، يبقى الاكس اس 3 هتساوي 54 على الاثنين فيها كام؟ فيها 27. عشان اخلص من اكس اس 3 هعمل ايه؟ هاخد الجذر التكعيبي باخذ الجذر التكعيبي. لما اجي اخد الجذر التكعيبي يبقى اكس هتساوي ال 27 جذرها التكعيبي كام؟ 3. وبالتالي اكس هنا هتساوي كام؟ الاكس هنا هتساوي 3. مجموعة الحل هتساوي ايه؟ طبعا التلاتة ده عدد حقيقي، يبقى اختار مجموعة الحل تساوي 3. السؤال بعد كده اللي هو سؤال رقم 15 بيقول ايه؟ 2 على 3 اكس اس 2 بيساوي 4 على كام؟ على 15. مبدئيا كده عشان نخلص من اللي جنب الاكس ده بنضرب في المعكوس الضربي. طب 2 على 3 معكوسها الضربي كام؟ 3 على 2، وهنا 3 على 2. طيب التلاتة هتطير مع التلاتة والاتنين هتطير مع الاتنين، يبقى اكس اس 2 هتساوي 4 على 15 في 3 على 2. ممكن نختصر على الاتنين فيها الواحد،
على الاتنين فيها الاتنين، على التلاتة فيها الواحد، 15 على التلاتة فيها الخمسة. يبقى اكس أس 2 هتساوي 2 في 1 ب2، 5 في 1 بكام؟ ب5. يبقى اكس أس 2 بتساوي 2 على الخمسة. هنعمل ايه؟ هنروح ناخد الجذر بأخذ الجذر التربيعي. لما نيجي ناخد الجذر التربيعي يتبقى اكس هتساوي الاتنين ملهاش جذر والخمسة ملهاش جذر، يبقى جذر 2 على الخمسة. بس في حاجة لازم تاخد بالك منها وملحوظة مهمة جدا، ايه هي؟ لما بنيجي ناخد جذر تربيعي ايه اللي بيحصل؟ احط الناتج بتاعي بالموجب والايه؟ بالموجب والسالب. يبقى مجموعة الحل هتساوي ايه؟ هتساوي جذر 2 على الخمسة وسالب جذر 2 على الخمسة. السؤال رقم 16 بيقول ايه؟ 3 اكس اس 2 ناقص 1 بتساوي سالب 13. هنعمل ايه؟ هنودي ده بعكس الاشاره. يبقى في الحاله دي 3 اكس اس 2 هتساوي سالب 13 زائد 1. يبقى 3 اكس اس 2 هتساوي سالب 13 زائد 1 يبقى سالب 12. هنقسم هنا على التلاتة ونقسم هنا على التلاتة. يبقى الاكس اس 2 هتساوي السالب هينزل زي ما هو، 12 على التلاتة فيها كام؟ فيها الأربعة. عشان أخلص من أس 2 هروح أخد الجذر، يبقى أروح أقول له بأخذ الجذر التربيعي. لما أجي أخد الجذر التربيعي إيه اللي هينتج؟ يبقى الإكس هتساوي جذر سالب 4. طب هل ينفع يكون في سالب تحت الجذر التربيعي؟ لا طبعا، وبالتالي مجموعة الحل فاي، لأن العدد ده عدد غير حقيقي. وقلنا الحصة اللي فاتت في الشرح قلنا إن أي عدد سالب تحت الجذر التربيعي لا يعتبر عدد حقيقي، يعني لا ينتمي لآر. ده ان شاء الله يبقى اسمه عدد مركب، هناخده في السنين الجايه باذن الله. هدخل بعد كده على السؤال اللي جاي، بيقول لك اوجد المره دي بقى في كيو شرطه مجموعه الحل لكل من المعادلات الاتيه. هنعمل ايه؟ هودي سالب 3 بعكس الاشاره، يبقى 2 اكس اس 2 بتساوي 9 زائد 3. يبقى 2 اكس اس 2 هتساوي 9 زائد 3 كام؟ 12. هقسم هنا على الاثنين واقسم هنا على الاثنين، يبقى اكس اس 2 هتساوي 12 على 2 فيها كام؟ فيها 6. عشان اخلص من اس 2 هروح اخد الجذر التربيعي، هروح اقول له باخذ الجذر التربيعي. لما اروح اخد الجذر يبقى الاكس هتساوي جذر 6. بس ما تنساش قلت لك قبل كده لو حضرتك خدت الجذر التربيعي تحط القيمه بالموجب والايه؟ بالموجب والسالب. طيب ما هو الجذر 6 ده عدد غير نسبي، يعني ينتمي لكيو شرط، يبقى اروح اكتب مجموعه الحل هتساوي جذر 6 وسالب جذر 6. سؤال 18 بيقول لك 6 اكس اس 2 ناقص 3 بتساوي 4 اكس اس 2 زائد 7. عشان نحل المعادله دي هنلم الاكسات في طرف ونلم الارقام في طرف. فهعمل ايه؟ هودي 4 اكس اس 2 جوه واطلع سالب 3 دي بره، فتبقى 6 اكس اس 2 دي موجب 4 اكس اس 2. لما تخش هتبقى سالب 4 اكس اس 2 هتساوي دي 7 تنزل زي ما هي. مين اللي هيخش لها بعكس الاشاره؟ السالب 3 هتروح موجب 3. 6 اكس اس 2 ناقص 4 اكس اس 2 يدينا 2 اكس اس 2 هتساوي 7 زائد 3 10. ممكن نقسم على الاثنين ونقسم على الاثنين، يبقى اكس اس 2 هتساوي 10 على الاثنين فيها كام؟ فيها الخمس. هروح اخد الجذر التربيعي. باخذ الجذر التربيعي ايه اللي هينتج؟ هينتج ان الاكس هتساوي الخمسه ملهاش جذر تبقى جذر 5. بس ما تنساش تحط موجب وايه؟ موجب وسالب. وطبعا جذر 5 ده عدد غير نسبي، يعني بينتمي لكيو شرطه، وبالتالي مجموعه الحل هتبقى جذر 5 وسالب جذر 5. السؤال رقم 19 بيقول ايه؟ 2 اكس اس 3 زائد 1 بتساوي 18. ممكن نعمل ايه؟ ممكن نقسم هنا على الاثنين ونقسم هنا على الاثنين. يبقى الاكس اس 3 زائد 1 هتساوي 18 على الاثنين فيها كام؟ فيها 9. الواحد هيروح بعكس الاشاره، يبقى الاكس اس 3 هتساوي 9 ناقص 1. اكس اس 3 هتساوي 9 ناقص 1 بكام؟ ب 8. عشان اخلص من اس التكعيب ده، عشان اخلص من اس 3 باخد الجذر التكعيبي. لما اروح اخد الجذر التكعيبي يبقى اكس هتساوي الجذر التكعيبي ل 8 هو كام؟ هو ال2. يبقى الاكس هتساوي كام؟ الاكس هتساوي 2. طب هل الاثنين ده عدد غير نسبي؟ لا يا مستر، ده العدد ده بينتمي لكيو. طب هو عايز مجموعة الحل فين؟ ده هو عايزها في كيو شرط، يبقى مجموعة الحل فاي. لأن العدد اللي طلع معايا ده عدد نسبي واحنا عايزين العدد غير نسبي.
سؤال 26 بيقول لك ايه؟ الربط بالهندسه بقى. بيقول لك مربع مساحته 29 سنتيمتر مربع، الى اي المجموعات الاتيه ينتمي طول ضلعه؟ حدد كل المجموعات الممكنه. طيب الراجل بيقول لك ايه؟ المربع ده مساحته 29 سنتيمتر مربع، بيقول لك الى اي مجموعه ينتمي طول الضلع. طيب هو احنا عارفين ايه القانون اللي بيربط المساحه بالضلع؟ مساحه المربع بيساوي ايه؟ طول الضلع في نفسه. مساحه المربع بيساوي ايه؟ بيساوي طول الضلع في نفسه. يبقى انا دلوقتي لو عوزت اجيب طول الضلع، طول الضلع بيساوي ايه؟ طول الضلع بيساوي جذر المساحه. يبقى الاس اللي هو ضلع المربع هيساوي جذر 29. طيب في الحالة دي انت عرفت تجيب الضلع. طب الجذر 29 ده بينتمي لأنهي مجموعة؟ والله يا مستر ال 29 ده ملوش جذر، يبقى العدد ده عدد غير نسبي بينتمي لكيو شرط، وايه كمان؟ وممكن ينتمي لار، لان احنا كده كده عارفين ان كيو شرطة جوه ار. يبقى اختار مين؟ اختار ار تنفع، واختار كيو شرط. طبعا الكيو ما تنفعش لان كيو ده اعداد نسبية، دي غلط. والزد برضو غلط لان دي اعداد صحيحه، والان برضو غلط. يبقى المجموعات التي يمكن ان ينتمي اليها الضلع هو الار والكيو شرط. سؤال 27 ربط بالفنون. يقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ شكلت سمر قطعه من الصلصال على شكل مكعب، مساحته الكليه 300 سنتيمتر مربع. اوجد طول حرف. هل طول الحرف عدد نسبي؟ هنا في سؤالين، الراجل هنا عايز يعرف طول الحرف. مبدئيا كده احنا عندنا المكعب بيبقى بالشكل ده. طبعا قطر المربع بيساوي ايه؟ قطر المربع قانون مهم جدا بيساوي جذر 2 في المساحة. يبقى في الحالة دي هفرض مثلا ان القطر ده رمزه ال، يبقى هيساوي جذر 2 في المساحة. الراجل مديها لي بكام؟ ب9. الراجل مديني المساحة هنا ب9، هيبقى جذر 2 في 9 ب18. لما اجي احسب دي بالآلة، جذر 18 هتطلع معايا 3 جذر 2، هتك على زرار اس دي. لما احسب هتطلع معايا 4 و24 من 100. 4 و24 من 100. يبقى في الحالة دي مين الأكبر؟ الضلع اللي هو ب4 ولا القطر ب4 و24 من 100؟ لا طبعا يبقى القطر 4 و24 من 100. السؤال رقم 29 بيقول ايه؟ بيقول حديقة مستطيلة الشكل مساحتها 80 متر مربع، طولها ضعف عرضها، اوجد كل من الطول والعرض لأقرب متر. مبدئيا كده الراجل قال لي معلومة مهمة جدا، ان الطول ضعف العرض. هنروح نقول نفرض ان الطول والعرض، هنفرض مثلا وليكن العرض رمزه اس. الراجل قال لي الطول ضعف العرض، يبقى الطول هيبقى 2 اس، لان العرض اس الطول قده مرتين، يبقى 2 اس. يبقى الطول اس والعرض 2 اس. الراجل مديني معلومه وقال لي ان المساحه بكام؟ ب 80 متر مربع. يبقى انا هشتغل على قانون المساحه. المساحه، مساحه المستطيل بتساوي ايه؟ المفروض الطول في العرض اللي في دبليو. طيب احنا الطول فرضناه بايه؟ فرضناه ب 2 اس، والعرض فرضناه بايه؟ فرضناه باس. المفروض ان 2 اس في اس بيساوي 80 متر مربع. هنعمل ايه؟ هنضرب 2 اس في اس، 2 في 1 ب2، واس في اس باس اس 2 هيساوي 80. هنقسم على الاثنين ونقسم على الاثنين، يبقى اس اس 2 هتساوي 80 على 2 فيها كام؟ فيها ال 40. يبقى اس اس 2 بتساوي 40. هنعمل ايه؟ هروح اقول باخذ الجذر التربيع. طب ليه هناخد الجذر؟ عشان نخلص من اس 2 ده.
يبقى باخذ الجذر الايه؟ التربيع. لما اروح اخد الجذر يبقى الاس هتساوي جذر 40. تمام؟ يبقى الاس اللي هو العرض بجذر 40. يبقى الطول بكام؟ 2 في اس، يبقى 2 جذر 40. طيب هو الراجل بيقول لي ايه؟ الراجل بيقول لي الطول والعرض لأقرب متر. خلاص تعال نحسب الطول والعرض كده لأقرب متر بالآلة الحاسبة. يبقى الطول هيساوي، هنكتب جذر 40، هيبقى ايه بقى؟ هيطلع معايا بالآلة الحاسبة 2 في جذر 40 هيطلع معايا كام؟ هيطلع معايا 12 6 4 وهنا 9. الراجل بيقول لي الأقرب متر. طيب هنروح نبص على الستة دي. الستة دي رقم كريم، هتدي للاتنين واحد. اما نيجي نقربها هتبقى كام؟ الستة كريم هتدي للاتنين واحد، تبقى 13. طب العرض، العرض اللي هي جذر 40، هنروح نكتب جذر 40 بالآلة. اس دي هتطلع كده 6 3 و2 من 10. لما نيجي نقربها التلاتة رقم بخيل، فمش هيدي للستة حاجة، فالستة تنزل زي ما هي. يبقى العرض ب6 والطول ب13. تمام؟ السؤال رقم 30 بيقول ايه؟ ما أقل قيمة صحيحة للمتغير n تجعل كل من العددين جذر 41 زائد n وجذر 2n زائد 20 عدد نسبي. طيب تعال نشوف كده العدد الأول اللي هو جذر 41 زائد n. عشان الجذر ده يبقى عدد نسبي لازم في البداية يبقى مربع كامل. وكلمة مربع كامل يعني ايه؟ يعني عدد له جذر. جذر 41 زائد n لازم يبقى ده مربع كامل. يعني ايه مربع كامل؟ يعني الرقم ده المفروض يبقى له جذر. طيب لو جينا نبص ال n هنا هتبقى كام عشان يبقى الرقم ده له جذر؟ طبعا احنا عارفين ان اللي بعد 41 هو المفروض تبقى 49، لان 49 جذرها كام؟ 7. يبقى المفروض ال n هنا في الحالة دي تبقى 8. ده اول احتمال ل n، لان انا لو عوضت هنا عن n ب 8، 8 زائد 41 يبقى 49 واصبح له جذر. يبقى ده اول احتمال. طب ايه اللي قبل ال 41 وله جذر؟ اللي قبل ال 41 وله جذر اللي هو 36. طيب عشان دي تكون 36 ال n تكون بكام؟ ال n هتكون بسالب 5. يبقى ال n هتكون هنا بسالب 5. لو انا عوضت هنا عن n بسالب 5، 41 ناقص 5 هتبقى 36. 36 لها جذر، يبقى بالتالي في احتمالين هنا في المسألة الأولى دي، إما إن يكون ال n ب 8 أو ال n تكون بسالب 5. طيب تعال نبص كده للعدد التاني ده اللي هو جذر 2n زائد 20. تعال نعوض نشوف مين في دول اللي هينفع. لو عوضنا هنا عن n ب 8 هيبقى ايه؟ 2 في 8 ب 16. 16 زائد 20 يبقى 36. وال 36 جذرها كام؟ ال 36 جذرها 6. إذا ده مربع كامل، ده عدد نسبي، يبقى في الحالة دي ال n ب 8 دي تنفع. طب تعال نشوف السالب 5 هتنفع في المسألة دي ولا لأ؟ تعال نعوض عن ال n بسالب 5. يبقى 2 في سالب 5 زائد 20. 2 في سالب 5 بسالب 10. سالب 10 زائد 20 هيبقى ايه؟ هيبقى 20 ناقص 10 يبقى 10. هل جذر 10 ده عدد نسبي؟ لا طبعا. يبقى الاختيار سالب 5 مش هينفع في المسألة الثانية. لازم يكونوا العددين، العدد ده والعدد ده هما الاثنين مع بعض في نفس الوقت نسبي. فالقيمة الوحيدة اللي تنفع هنا ال n بتساوي 8. يبقى تاني المسألة دي أول حاجة هنعملها إيه؟ هنمسك العدد الأول اللي هو الجذر 41 زائد n ده. هنروح نشوف اللي بعده واللي قبله. هو إيه المفروض بعد ال 41 وله جذر؟ اللي بعد ال 41 وله جذر هو ال 49. طب 49 ناقص 41 يبقى 8. يبقى المفروض ال n ب 8. ده أول احتمال. طب إيه اللي قبل ال 41 وله جذر؟ 36. هنطرح 41 ناقص 36 كام؟ سالب 5. يبقى في الحالة دي المفروض القيمة التانية ل n هي سالب 5. هروح أعوض بقى بالقيمتين دول في المعادلة التانية أو في المسألة التانية عشان أشوف ال n هتنفع في الاتنين ولا لأ. لما عوضنا في الرقم التاني، لما رحنا عوضنا عن n ب 8
نفعت طلعت جذر 36. انما لما جينا عوضنا عن ان بسالب 5 في المعادله دي طلعت بجذر 10، ده غير نسبي انما ده نسبي، فاللي هينفع هنا هو 8، يبقى الان بتساوي كام؟ ان بتساوي 8. سؤال تفكير ابداعي بيقول لك ايه؟ اوجد عددا غير نسبي يقع بين العددين 3 من 10 دائر و6 من 10 دائر. طبعا 3 من 10 دائر هيبقى المفروض 3 على 9، بعد الاختصار هيبقى 1 على 3. ده العدد الاول. وبعدين دي 6 من 10 دائر، 6 من 10 يعني اللي هي 6 على 9، بعد الاختصار تبقى 2 على 3. يبقى العدد الاول 1 على 3 والعدد الثاني 2 على 3. احنا عايزين عدد غير نسبي يقع بينهم. عشان نحول ده الى اعداد غير نسبيه لازم نحطها جوه جذر. فهنعمل ايه؟ هنحط 1 على 3 دي جوه جذر، هتبقى جذر 1 على 9. طب و2 على 3 دي هنحطها جوه جذر، هتبقى جذر 4 على 9. فاحنا بنعمل ايه؟ بنمسك العدد ده نربعه ونحطه جوه الجذر. ف1 على 3 اما تتربع هتبقى 1 على 9. 2 على 3 اما تتربع هتبقى 4 على 9. لو انا عايز اجيب عدد غير نسبي بينهم اختار مثلا اي رقم ما بين 1 على 9 و4 على 9. زي ايه مثلا؟ جذر 2 على 9 ينفع، او جذر 3 على 9 برضه ينفع. يبقى اختار العدد ده او العدد ده، مش هتفرق. تمام. سؤال 32 سؤال عامل ضجه، سؤال حلو جدا جدا جدا. بيقول لك ايه؟ اذا كان جذر اكس اكبر من 10 واصغر من 11 وجذر واي اكبر من 12 واصغر من 13، بيقول لي واكس وواي عددان صحيحان موجبان، اوجد اكبر قيمه لواي ناقص اكس. مبدئيا كده طالما الراجل عايز مني اكبر قيمه لواي ناقص اكس من غير جذور، يبقى احنا لازم نشيل الجذور دي. يبقى احنا هنربع المعادله دي ونربع المعادله دي. طيب اما اجي اربع الطرف ده، الاكس جذر اكس لما تتربع هتبقى اكس 11 تربيع ب 121، 10 تربيع ب 100. دي قيمه اكس المحتمله. قيمه اكس المحتمله اكبر من 100 واصغر من 121. طب تعال في المعادله الثانيه اللي هي بتاعت جذر واي، هنربع برضو المعادله دي. اما اربع جذر واي هتبقى واي، الواي اكبر من 12 تربيع ب 144 و13 تربيع ب 169. طيب يبقى احتمال واي اكبر من 144 واصغر من 169. الراجل بيقول لك ايه؟ اوجد اكبر قيمه لواي ناقص اكس. طيب تعال نجيب كده اكبر قيمه لواي ناقص اكس، يعني هو عايز الفرق بينهما. طيب هو اقل قيمه لاكس كام؟ طبعا اقل قيمه لاكس اللي هي المفروض بعد ال100 اللي هي كام؟ 101. يبقى الاكس هنا بتساوي كام؟ بتساوي 101. طب الواي المفروض ان هي الرقم اللي اقل من 169 لان ده اكبر رقم. يبقى في الحاله دي الواي المفروض الاحتمال بتاعها يبقى كام؟ 168 اللي قبلها على طول. يبقى واي ناقص اكس هتساوي الواي هتبقى 168 ناقص 101 يدينا كام؟ هيدينا 57. مسألة جميلة جدا جدا جدا. يبقى احنا نطرحهم من بعض. الراجل في السؤال 33 بيقول لي ايه؟ صنف كل من الأعداد في الجدول المقابل نسبي أو غير نسبي. طبعا الستة النسبي هنعمل عليه صح والغير نسبي هنعمل عليه غلط. جذر 6، الجذر 6 ده عدد غير نسبي لأن الستة ملهاش جذر. طالما غير نسبي يبقى نعمل عليه غلط. 12 على 31 ده نسبي. جذر 4 على 9، طبعا الأربعة جذرها 2 والتسعة جذرها 3 ده نسبي. 1 و6 من 10 دائري، يبقى 1 و6 على 9 بالشكل ده، ده برضه نسبي لأن هينفع نكتبه في صورة بسط على مقام. سالب جذر التكعيبي ل 64 اللي هي سالب 4 ده نسبي. طيب العدد ده عدد دائري اللي هو 32 من 100 دائري، ده برضه عدد نسبي لأن هينفع نكتبه في صورة بسط على مقام، هيبقى 32 على 99. الصفر ده عدد نسبي لأن مقام 1. سالب جذر 121، السالب هينزل زي ما هو، ال 121 جذرها 11 ده نسبي. الجذر التكعيبي لسالب 27، السالب هينزل زي ما هو، ال 27 جذرها كام؟ 3 يبقى ده برضه ايه؟ ده برضه نسبي.
2 و2 على 3 ده عدد نسبي لان هينفع نكتبه في صورة بسط على مقام. 17% اللي هي 17 على 100 ده عدد نسبي. الجذر التكعيبي لل 16 طبعا ال 16 ملهاش جذر تكعيبي يبقى ده عدد غير نسبي. ده بالنسبة لحل تمارين الدرس الأول كتاب المدرسة.